السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي البنات، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو بغيت نعطيكم وصفة جلب بالشمعة الحمراء. تسمى هذه الشمعة بشمعة السيطرة. بهذه الشمعة إن شاء الله تسيطر عليه، على عقله، على تفكيره، يولي الراي رايك، شوار شوارك، خلي برك رايك مليح. هذا مكان ديري الوصفة بالنية الصادقة، تبعين الأخير بتفهمي. وهيا نبداو على بركة الله في الوصفة. الوصفة هذه تقدر ديريها الحبيب ديالك، الزوج ديالك، الخطيب ديالك، اي شخص بغيتي تسيطري عليه باه يولي الراي كاع نتاعك ان شاء الله. المهم واش نحتاج في هذه الوصفه؟ نحتاج الى الشمعه الحمراء، تكون صغيره للكتابه، مش محتاجين شمعه كبيره بزاف. العود الخشبي فقط باه نحيو به كما نقولوا الاوساخ والثقوب العالقه بالشمعه. نحتاج الى ابره للكتابه تكون جديده ما عمره الخيط دخلها. ونحتاج الى زيت القرفة، موجود ها، موجود هذا الزيت، زيت القرفة ان شاء الله راها بين الكتابة على القارورة. المهم واش حنديروا في هذه الوصفة؟ اول حاجة وقت العمل تاع الشمعة هذه تندير مور صلاة المغرب. بغيتي ديريها مور صلاة مغرب يوم الأحد، ديري مور صلاة مغرب الاثنين، مور صلاة مغرب يوم الخميس، أو مور صلاة مغرب يوم الجمعة. يعني الأيام السعيدة هذه ديري فيها شمعة، ولا اضطريتي ديريها في أي يوم، فقط كما قلت لكم ما ديروها فقط من وراء صلاة المغرب. بعد ما نكلاطيو الشمعة ديالنا من الثقوب والأوساخ نغسلوها بماء الزهر. بعدها نحكموا الإبرة ديالنا ونحاولوا نكتبوا على الشمعة العزيمة هذه. ديما كما قلت لكم الكتابة تكون من الفوق لتحت. كي خلاص السطر ندور للسطر الثاني. العزيمة ماهيش كبيرة بزاف أو طويلة بزاف. واش حتكتبي؟ اكتبي فلان بن فلانة. أكيد يعني كي تكتب فلان هو تبدليها باسم هذا الشخص، وفلانة هي اسم أمه. سيطرت عليك فلانة بنت فلانة. فلانة هنايا هي اسمك، وفلانة الأخرى هي اسم أمك. وش راح تزيدي تكتبي؟ اكتبي ما تشوف غيري وما تسمع غير قولي، الكلام كلامي وشوار شواري. هذا ما كان قلت لكم. العزيمة راها مش طويلة بزاف. نعاود لكم العزيمة. إذا تكتبي من الفوق إلى الأسفل وش حتكتبي؟ اكتبي فلان بن فلانة، سيطرت عليك فلانة بنت فلانة، ما تشوف غيري وما تسمع غير قولي، الكلام كلامي وشوار شواري. هذه هي العزيمة فقط. كي تكملي وش حديري؟ تجيبي زيت القرفة البوطة باش تتحل. المهم هي تحلت، قطرات فقط. حاولي تدهني بزيت القرفة هذا الشمعة ديالك. مش راح تكثري بزاف تخليها حتى تولي الشمعة تقطر بالزيت، لا لا، ما تكثريش باه ما تطفالكش الشمعة كي تكون شاعلة. مفهوم؟ المهم تدهنيها بزيت القرفة. زيت القرفة يسمى زيت السيطرة، على بها تسمى هذه الشمعة بشمعة السيطرة. إذا بعد ما تكتبي عليها وتدهنيها بزيت القرفة لازم نشعلوها. قبل ما تشعليها تقراي عليها العزيمة نفسها مرة واحدة. كي وقفتيها هكا بيديك عادي، بيدك اليمنى عادي، وقولي العزيمة نفسها اللي كتبناها. فلان بن فلانة، سيطرت عليك فلانة بنت فلانة، ما تشوف غيري وما تسمع غير قولي، الكلام كلامي وشوار شواري. طبعا إذا ما كنتي ما تعرفيش الشخص فاكتبي فلان هو اسمه، وفلانة الأخرى اكتبي حواء. وطبعا حتى في قراءة العزيمة قولي فلان بن حواء وكملي العزيمة. إذا كما قلت لكم الشمعة راها هكا واقفة، هزيتيها بيدك اليمنى، تقراي العزيمة مرة واحدة. بعدها عندك البريكي وشعلي الشمعة ديالك. لازم تقول العزيمة قبل ما تشعليها. وهذه هي فقط الشمعة ديالنا اللي قلت لكم تسمى شمعة السيطرة. ان شاء الله بهذه الشمعة تسيطر عليه ويولي السيد خاتم في صبعك. هذا مكان تقدري تعاوديها طبعا من فترة لفترة. طبعا اكيد هذا الشيء. وهذا مكان ان شاء الله العزيمة الوصفة راها عجبتكم. تهلاو في رواحكم. اي استفسار راني نجاوبكم، نحاول ما امكن اني نجاوب. وتبقاو على خير، في امان الله.